يا لطيف شو اشتري؟ كولا ولا بيبسي؟ لا لشو الخرافة، بعرف ساويها. بنجيب ابريق وبنحط فيها 3 معالق سكر، هيك قال لنا سكر مو مثل بالسوق نص لتر سكر وانتم ما بتعرفوا. المهم بنكت مي، طبعا هون ما لازم تكون باردة لحتى يدوب السكرات فيهم، وبعدين بنحاول نخلطهم لحتى يروحوا السكرات كلهم يدوبوا، يعني يختفوا. وانا اشتريت من امازون منكهات كولا، ونحن بنحدد قوة الطعم، بدك اياها كولا تقيلة او بيبسي تقيل بتكتر له، وفيك تدوقها على كيفك. يعني اذا بدك هاي المنكهات بحط لك اياها بالتعليقات تكرم. وبعدين بنزتها بالبراد حتى تصير باردة منيح. وبنشتري هاي المكنة، مو غالية، وعبوة CO2 تشتروها من اي ماركت الماني، في منها على نكهات. المهم بعد ما يبردوا الميات بنكتهم بالقنينة اللي اجت مع المكنة. وعرفتوا ليش بردناها؟ لأنه السائل لما بيكون بارد بيسحب السي او 2 بشكل أفضل. هو نفس المياه الغازية فيك تشتريها، بس أناني المي الغازية ما فيك تحط لها منكهات وسكر، لأن بس لتخلطهم بتفور. أما شوفوا لي هالمكنة كم ضغطة حسب قديش بدك اياها تكون غازية، واحلى شي ما في ملونات. وهيك صار عنا كولا جاهز، وما بتكلف غير مرة واحدة بالسنة، بس بشتري قنينة غاز وقنينة مطعمات. لكن انا ما اكون مستلم دولة، لك ما بستورد شي من برا، كله من البلد. هلا بالله انا مو مفيد للمجتمع، لك حتى كل مغترب فات لعندي على الصفحة تابعني، لاني حاطط له بالبايو رابط بيوفر نص المصروف. المهم هاي الكولا بدها تلج، لك حتى مو مبين الفقاعات، لونه شفاف، بس صوت الغازات وهدول الشغلات اللي عم تنطوط طالعين. وهي اطيب كاسة كولا من محل توفير. تلجنا يا زلمة، ايه شو بدكن احلى من هيك؟ استمتعوا بحياتكم مثلي، كب كل شي ورا ظهرك واعمل اللي بدك اياه. حاكم اذا زعلت ولا فرحت، الحياة بدها تمرق وبدها تمضى. وسلام يا حلوين.